ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا جماعة. النهاردة قررت اني هعمل لكم جولة في تحديث توكا بوكا الجديد، وهو تحديث العرب. وكمان هقول لكم ايه هو الاساس المجاني اللي هيبقى عندكم ان شاء الله في اللعبة. وطبعا التحديث ده هينزل لكم يوم 4 اغسطس ان شاء الله. طبعا قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، طبعا عشان نوصل لحلمي، عشان اوصل لهدفي وهو 1000 مشترك، وحلمي هو 100,000 مشترك. يا رب بس اوصل له، يعني مبسوطه كده. طبعا يا جماعه ما تنسوش تقولي ايه رايكم في الاساس بتاع بيتي، ويلا بينا. اول حاجه كده جينا مكان فاضي عشان نعرف ناخد الجوله براحتنا. طبعا اول حاجه هنفتح الاساس. اول حاجه هندخل على الغرفات زي ما انتم شايفين. اول حاجه هم ضافوا السرير شكله حلو جدا يا جماعه، زي ما انتم شايفين يعني لونه حلو قوي. وكمان ضافوا ضافوا اللي هما السجادات كتيره. طبعا يا جماعه السجاد دي بحسها زي طراز مصري، مش عارفه ليه بس انا حاساها كده. وبرده حاسه ان السجاده دي حلوه قوي. طبعا انا حاسه السجاده دي معموليه قوي، فاهمين؟ عشان كده بقول لكم طراز مصري، يعني الله اعلم هي من اصل ايه. وطبعا ضافوا اسمه ايه ده، وطبعا ضافوا الستاير دي يا جماعه. حبيت قوي تدرج الالوان. وبرده ضافوا السجاده دي، لا السجاده الستاره دي طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه، هي لونها تحفه ازاي، لونها بينك حرفيا. بصوا يا جماعه برده ضافوا دول، انا بصراحه حباهم جدا. وبصوا شكلهم عامل ازاي، خطير خطير خطير. بصوا خطير يا جماعه، تحفه. وكمان ضافوا البتاعه دي، صراحة هي ما عجبتنيش قوي، بس اوكي يعني ممكن نبقى نستخدمها في اي حاجة تانية. دي يا جماعة حسيتها ممكن تليق مثلا لغرفة اطفال مثلا، او مثلا عشان هنا موجود هلال ونجمة وحاجات زي كده، ممكن برضه تبقى رمضان حلو قوي الصراحة. خلينا برضه نشوف الحاجات الباقية. الرفوف مثلا ضافوا البتاع ده، ممكن نحط فيه يعني كب كيك وحاجات كده، مش عارفة حاسة كده. وبصوا هنا يا جماعة، وبصوا ده كمان ضافوا البتاع ده حلو قوي يا جماعة الصراحة. وايه كمان، ايه لا، عايزة اللوحات. ضافوا لا لوحة الرمانة دي. بصوا يا جماعة رمان، مش عارفة ليه بيقشروه، مش عارفة هما عايزين منه. هنا ضافوا لوحة الرمان دي، وضافوا كمان اللوحة دي يا جماعة شكلها حلو قوي. وضافوا كمان اللوحة دي شكلها حلو الصراحة. وضافوا البتاع ده، صراحة هي حلوة قوي. وضافوا البتاع دي شكلها كتكوت بس غريبة، تحسها كده متوحشة، مش عارفة ليه، مش عارفة دي قطة ولا مالها دي. وايه تاني، مش عارفة هما ضافوا حاجات تانية بس انا مش عارفة اجيبها بسبب ان المكان بقى زحمة. بصوا ده كمان، بصوا ده كمان، استنوا بعدين نرجع تاني. طبعا ما ضافوش اي دولاب، ولا حتى ضافوا بيت حتى كمان يعني للتحديث. ندخل على التويليت، هم ما ضافوش اي حاجه في التويليت مبدئيا. ضافوا بس رسومات هنا، يعني مثلا ضافوا اللي هي الافعى دي، وضافوا كمان دي بس كده. وهنا ضافوا في المرايات برضو اللي هي المرايه دي، مش عارفه احطها فين، شكلها حلو. استنى تعالوا نروح اوضه تانية ممكن نضيفها هنا. ايوه. وضافوا كمان دي علقه، وكمان في نفس الوقت المرايه. الصراحه حبيت الابتكار بتاعهم. وايه تاني ضافوا، لا مش هنا، استنى. وضاف كمان اللي هو الهاند كريم ده اعتقد، او مش عارفه ده ماسك ولا ده ايه ده بالظبط، هي تقولي لي في الكومنتس. وخلينا ندخل على المطبخ. واحنا ايه اللي جبنا في التلاجة؟ احنا ما ضافوش اي حاجه في التلاجة حرفيا، بس ضافوا بصوا يا جماعه الحاجات دي، وضافوا ده كمان صراحه حلو قوي. وضافوا كمان الكوبايات دي، عجبتني قوي، عشان انا بحب احط من كل حاجه اتنين. وجماعه حبيت قوي ان هم مرتبين حرفيا كل حاجه في مكانها، عشان يعني لما نيجي نعمل مثلا بيت او حاجه هم اوريدي مجهزينها، فاهمين؟ كمان في ريسيبي جديده، خلينا نشوفها. او ريسيبيز اعتقد هم عاملين حاجات كتير. بصوا، اول ريسيبي، تاني ريسيبي، اوكي حلو. وكمان يا جماعه بصوا الحاجات دي برضو حلوه قوي، تحسها شيك كده ومطاعم بقى، فاهموا الاجواء. ودي كمان مج تشرب فيه. وده كمان بتاع تحط عليه اي حاجه بقى، هم حاطين سمكه، ممكن نحط احنا سمك. بس كده مفيش اي حاجه جديده في المطبخ. خلينا ندخل على الاكل مثلا، يلا. بصوا يا جماعه ضايفين ده، صراحه انا مش عارفه ده اسمه ايه، بس انتوا لو من دول بعيده بعيده ايه، يعني لو من دول مثلا زي مثلا سوريا، اردن كده، يعني فاهمين؟ قولوا لي هي دي بالظبط، لان انا الصراحه مش عارفه. بس شكلها حلو قوي الصراحه، وانا جوعت. نحط نغطيها عشان متسلقش حاجه، نحطها ممكن فوق الطبق ده. وضافوا كمان البتاعه دي اللي هي فيها فواكه. ودي ايه دي عامه يا جماعه؟ صراحه انا مش عارفه الصراحه ايه دي، فانتوا لو تعرفوا قولوا لي. مش عارفه انا هسميها بسبوسه لحد ما انتوا تقولوا. يا جماعه البتاع ده، يا جماعه انا محمله التحديث مخصوص عشانه. بصوا يا جماعه، زيتون. انا اول ريسبي، واو بصوا، تاني ريسبي تحفه قوي يا جماعه، بصوا. وايه تاني، ضافوا ده كمان، مش عارفه ده ايه ده، ايه ده يا جماعه؟ بصوا بقت قطعه صغننه. طب خلينا نعمل دي كده كمان. بصوا يا جماعه صغرت قوي.
بقى برج ايفل. خلينا برضو نشوف في اي حاجه جديده ضافت مثلا في العصاير. تعالي عصير. بصوا ضافوا اللي هو ده، ممكن نصب هنا. خلينا نشوف ده نحط فيه ايه مثلا من ده. هو مش بيتملى ليه؟ طيب هو احنا زي ما احنا شفنا ان هم ضافوا ده وده صراحه حلو قوي. خلينا ندخل على الكنب. ضافوا كنبات. بصوا الكنبه دي خطيره قوي يا جماعه، وضافوا كمان الكنبه دي خطيره قوي، والكنبه دي والكنبه دي حلوه قوي. ضافوا الشنط دي. بصوا يا جماعه دي ممكن نخزن فيها الشنط اي حاجه. ضافوا الشنطه الكتكوته دي. و استنوا. يا جماعه عايزه اقول لكم ان كل الاشجار دي حرفيا هي مجانيه، اللي هي بتاعه التحديث بس. يعني ده مجاني وده 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 مجاني. حرفيا كلهم مجانين مجانين مجانين. فبصوا يا جماعه تحفه قوي. ده كله مجاني حرفيا. انتوا زقطتوا حرفيا في التحديث ده. بصوا كل حاجه مجانيه. تاني حاجه بصوا ضافوا المخدات دي، وضافوا المبخره دي حلوه قوي، ده بتاعت اطفال. وضافوا الكتب دي طبعا عشان التعليم والعلم والعلماء. وضافوا كمان البتاعه دي، انا مش عارفه الصراحه هو ده اصلا يعني ايه لازمته. خنزير ليه خنزير؟ طيب. وضافوا كمان ده، مش عارفه ده مين ده اصلا. وده برضو حلو. وده وده وده. حبيت قوي التحديث يا جماعه، والصراحه التحديث حلو قوي ومسلي. خلينا ندخل على ده مثلا. مفيش حاجه جديده فيها. انوار. خلينا نشوف كده في اي انوار. يا جماعه ضافوا انوار. بصوا ضافوا ده حلو قوي، وضافوا ده كمان اللي هو شكل برتقانه ده. استنى نحطه هنا اللي هو شكل برتقانه. وضافوا كمان ده حلو قوي. وده بصوا ضافوا طماطمايه بتنور حلو. وده كمان حلو قوي. وكمان بصوا الفخار ده بينور حلو قوي. وبصوا الشموع دي شكلها حلو قوي كده. ايه ده يا جماعه؟ بصوا ضافوا ايه؟ ضافوا اللي هو ظل، اعتقد صح. ظل اللي هو بيبقى جاي من الشمس كده يا جماعه، اللي انتوا بتيجي تبصوا كده تحسوا ان هو ايه، بيخرفش. بيخرفش ايه، بيطلع كده زي نقط بيضاء. فهم حرفيا حاطين كل حاجه فيها اللي هو بقى طالع من الشمس ده. كنت مفكراه فيتامين ايه وانا صغننه. بصوا يا جماعه. وضافوا الاباجوره دي حلو قوي. خلينا نشوف ايه تاني ضافوه. ما ضافوش حاجه في اكل الكلاب. مفيش اي حاجه جديده هنا. في حاجه جديده بس يا جماعه ضافوا دي حلوه قوي. بس تقعدوا تكتبوا بقى وتعملوا. طبعا لو لاحظتوا يا جماعه ان البتاعه دي شبه الستاره. عارفه في البيت فين الستاره اهي. بصوا يا جماعه حرفيا هي شبه الستاره. يعني بصوا لو ركزتوا دي شبه دي شبه دي شبه دي، ودي شبه دي. حرفيا هي شبه كل حاجه. وبصوا كمان الكراسه دي حلوه قوي الصراحه يا جماعه. خلينا نشوف برضو هم ضافوا اي حاجه تانية جديده هنا. يا جماعه اعتقد ان هم كمان ضافوا الوان جديده، وضافوا حاجات كتيره اللي هو الوان الحائط وكده. وطبعا زي ما قلت لكم هم ضافوا شجره الساكورا، وضافوا ضافوا بصوا يا جماعه شجره الساكورا دي حلوه قوي. كمان ضافوا كمان اللي هو شجره الليمون. طبعا يا جماعه هتقولي هو انت من عرفتي منين ان اصلا اللعبه نزلت حديث جديد؟ انا كل شويه بدخل اشوف هو في حديث جديد ولا لا اي حاجه، فلقيت فاخدت فيه جوله سريعه قبل الفيديو صراحه عشان اعرف انا يعني هعمل ايه. وقلت بقى مش لكم بقى كل حاجه عشان تفرحوا بقى وتزقططوا. وضافوا السور ده، مش عارفه هو غريب بس حلو، احسن ما فيش. خلينا هنا. يا جماعه بصوا ضافوا ده، مش عارفه دي ادوات زراعه. وضافوا اللي هما بتوع دول. بصوا لو انتم ملاحظين دول. وضافوا كمان اللي هي دي والاشجار دي. وضافوا ده كمان يا جماعه حلو قوي. ايه ده يا جماعه؟ اعتقد دي خليه النحل صح. انا صراحه اكتشفت جزء من تحديث والجزء التاني لا، فانا حاليا بستكشف معاكم الجزء اللي مستكشفتوش. خلينا بقى نشوف الالوان بتاعه الحائط الجديده. اعتقد دي الجديده. شكلها حلو قوي الصراحه، بس تحسوها يعني ايه، مش عارفه مظلمه شويه. انا بحب الالوان الفاتحه فممكن ما احبهاش قوي. برضو ضافوا دي تحفه، دي شيك جدا الصراحه. انا بحب الحاجات السندل كده، مش اللي فيها نقاشات كتيره، نقاشات كتيره قصدي. وده كمان حبيتها قوي. في حاجه تانية اتضافت ده مش لا. خلينا ندخل على الارض مثلا. شوفي ضافوا دي نفس الشكل بتاعت الارض هنا. وضافوا كمان اللون ده واللون ده كمان. ايه تاني؟ مش اي حاجه. طبعا انا حاسه ان انا قرفت الصراحه من البتاعه دي، يعني في دبان فخليني احطها هنا. حبيت الصراحه. وكده طبعا يا أصدقائي الصدوقين الكويسين جدا، أنا كده قلت لكم كل حاجة في التحديث الجديد. لو في حاجة نسيتها أو ما قلتلكوش عليها بفكروني في الكومنتس. وبس انتوا كده التحديث هينزل لكم إن شاء الله يوم 4 أغسطس، فخلاص يعني مش كتير عليه وهتشوفوا كل حاجة حرفيا فيه. وطبعا يا جماعة متنسوش تشتركوا في قناتي اللي على تيك توك، وتشتركوا في قناتي. حاليا عايزة أوصل للحلم بتاعي اللي هو 100,000، وهدفي
ألف. فطبعا يا جماعة بحبكم جدا، وباي، هتوحشوني قوي، وبنتظركم في الفيديو الجاي.